أحسنكم يرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ليسوا بالرابحين. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن البعد من القرآن والبعد من تدبر القرآن مصيبة عظيمة أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 ونجيب كبير. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا القرآن أنزله الله عليكم رحمة امتن به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نعمة عظيمة، لكنه أنزل
ليتدبر، فيه الأحكام أن تتبع، وفيه قصص الماضين ليخاف مما أصابهم، وفيه التوحيد، وأنزله الله عليكم بلغة أمهاتكم. لا أحد منكم يبحث عن مفسر يفسر له قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، ولا أحد يبحث عن تفسير قول الله تعالى وإياي فارهبون، ولا قوله ولا تخشوا الناس واخشون، ولا أحد يبحث عن تفسير أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أومن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم، ويهدي معناها يبين أي يبين ويظهر، أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. علينا أن نخشى أن يطبع الله على قلوبنا كما أطبع على قلوب الكافرين. ها أنتم قبل أسبوع تشاهدون ما جرى من الزلازل في تركيا وفي سوريا، وقد شاهدتم لا سمعتم أكثركم رأى بعين رأسي ما جرى لأولئك، وهو قليل مما يفعل الله بعباده الذين لا يبالون. أن لو نشاء وصلناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قد قال سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، وقال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، كما جرى قبل سنتين كوفيد وتداعيات كوفيد. هذا العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأمته وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر.
عباد الله، ينبغي لنا أن نخاف الله، ينبغي لنا أن نخاف الله وأن نتذكر بطشه الشديد وأنه لا معقب لما أراد، أنه ذكرنا وأرانا العبر، ذكرنا بمن هم أشد منا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا، وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. منهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يا أبناء العلماء، يا أبناء الصلحاء، يا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهوى وتمنى على الله الأماني، ليعرض كل منا نفسه بينه وبين الله عندما يبقى على فراشه لينام، فإذا علم أنه متبع لأوامر الله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن مجتنب لنواهي الله في الظاهر والباطن متحاكم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يعض على ذلك بالنواجذ. وإذا رأى أنه يحكم العادات ويستقبح ما يستقبحه الناس لا ما يستقبحه خالق الناس، ويتبع وساوس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي سيتبرأ منه ويقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فليتلافى ممكنا ما أمكنه وليجعل نصب عينيه. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ليجعل نصب عينيه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك فيقول إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. علينا أن نخاف من متابعة الشيطان وأن نخاف من النعرات القبلية وما يتعلق بذلك مما هو مشؤوم، وأن نتبع ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى، وأن نبقى على ذلك وأن نعض على ذلك بالنواجذ وأن نخشى الله سبحانه وتعالى وأن نتذكر الوقوف بين يدي الله، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسينا ذكرك ولا تكشف عنا سترك. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد ونحي عنها ظواهر الزغير وفساد الفساد. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل ومن الحرائق ومن الأمراض والأوبئة ما علمنا من ذلك وما لم نعلم ما ظهر منه وما لم يظهر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا وللموصين لنا وللموالين لنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم من والانا فواليه ومن عادانا فعاديه وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا وأصلح أولادنا واقض ما في يدك من حوائجنا إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.